الحرب على فيلم أسد بقت غريبة جدا، وكأن أي محاولة حقيقية لصناعة فيلم مختلف لازم تتحارب الأول قبل ما تتشاف أصلا. أنا عمري ما أتخيل إن الناس يوصل بيها التشكيك للدرجة دي. يعني أنت متخيل نفسك وطني وبتحب البلد أكتر من صناع الفيلم نفسه؟ طب يا سيدي، أكتر من الرقابة اللي أجازت الفيلم، ولا أكتر من الناس اللي دخلت شافت الفيلم فعلا وطلعت أكدت إن الفيلم بيحارب أفكار الأفروسنتريك وما بيخدمهاش؟ وبعدين هو إحنا ليه مش عايزين نفرح بفيلم سينمائي حقيقي؟ ليه أي حاجة فيها مجهود وإبهار وصناعة محترمة لازم تتحارب؟ وليه مطلوب من السينما تفضل طول الوقت مجرد استظراف سريع جدا بيجيب ايرادات وخلاص، من غير ما يبقى عندنا طموح او محاوله لصناعه فيلم ملحمي سينمائي؟ ومع احترامي لاي راي، لو انت ما شفتش الفيلم يبقى الطبيعي انك تروح تشوفه الاول وبعد كده تحكم براحتك. لكن بصراحه فكره الهجوم والتشكيك والاتهامات قبل المشاهده دي حاجه مؤذيه لاي صناعه فنيه بتحاول تتطور. يلا بينا نعمل مراجعه بسرعه للفيلم كده ونشوف هل يستحق الضجه اللي عاملها دي ولا لا. فيلم اسد قصته بتتكلم عن ازاي العبيد كانوا بيجوا زمان من الحبشه عن طريق خطف قراصنه انجليز ليهم وبيبيعوهم هنا في مصر. ومن هنا بنبدأ نتعرف على أسد، واحد من ضمن الأطفال المخطوفين من الحبشة عشان يتباع كعبد في مصر. والفيلم هنا بيورينا معاناة العبيد وإزاي كانوا بيتعاملوا زي الحيوانات، وإنها تجارة كبيرة مش صغيرة وليها ناس وأسياد وعندهم استعداد يحاربوا أي محاولة لوقف التجارة دي. وفي نفس الوقت بنشوف قصة حب بين العبد والحرة، عبارة عن قصة حب مستحيلة لكنها بتكون بداية نقطة التحول في مطالبة أسد بالحرية. يلا بينا بسرعة نخش على الإيجابيات. كل مشهد اتعمل في الجزء الثاني من الفيلم ومع بداية التحول كان إبداع. الرمزيات والإسقاطات اللي في الفيلم قوية جدا، أما بالنسبة للعنف والدموية فكانوا صادمين، وكان عندي ذهول من الجراءة في الأفكار والتنفيذ. حقيقي الجزء الثاني من الفيلم حرفيا ولا غلطة، بخلاف قوة التمثيل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي القاسم. كمان ماجد الكدواني وأحمد داش كانوا إضافة قوية جدا للفيلم. بالنسبة بقى للأزياء والديكور الصورة والإبهار البصري كل حاجة اتعملت حلوة قوي. وفي النهاية من حقك تحب الفيلم أو تكرهه، تتفق معاه أو تختلف، لكن مش طبيعي تحكم عمل كامل بناء على إشاعات أو بوستات ناس أصلا ما شافتوش. رأيي اتفرج بنفسك، فكر بنفسك وبعدها احكم براحتك. إنما معركة اللي ما شافش بيهاجم اللي شاف دي معركة غير عادلة. وآخر حاجة، عندي سؤال ومحتاجة إجابة: مين المستفيد الحقيقي من حملات التشويه دي؟ أتمنى الفيلم يعجبكم، وأتمنى كمان تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير.